عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه يا غاليين؟ يا رب يا حبايب قلبي تكونوا بخير. بصوا بقى مبدئيا كده الاول كده عايزين نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. انا النهارده كان في دماغي اعمل اكل تاني غير كده خالص، بس لما نزلت السوق لقيت الكرنب الحلو الصغنن دوت احلى كرنب يعني تعملوه الكرنبايه الصغيره. ونصيحه مني، مش بالكرنبايه الكبيره والله، ممكن تبقى صغيره وبسم الله ما شاء الله الورق بتاعها كله تطلعيه ورقه ورقه وما تلاقيش ورقه لازقه في اختها. اتفقنا كده؟ بصوا حبايب قلبي، انا جبت الكرنبايه ما شاء الله، انا بس طبعا كلنا بنقطع حته الراس اللي فوق، مجرد ما فتحتها بصوا يا غاليين الورق فتح من بعضيه ازاي حبايبي، رغم ان هي مش يعني الكرنبايه مش كبيره. بصوا الورق بينزل منها على طول ازاي، وبصوا هي صغيره ما شاء الله، بصوا مفتحه ازاي الورق بتاعها، مفيش ورقه لازقه في اختها. دي مجرد ما هنيجي نسلقها انا بحط الميه السخنه، بحط معلقه كمون ومعلقه ملح، ولما باجي اسلقها بقلبها كده، بتبقى كده دقيقتين اتنين، الكرنب ما نزودش عليه اكتر من كده، وبعدين اروح قلبها الناحيه التانيه هتلاقي كل الورق دوت فت على طول. تبداي تشيلي الورق بتاعك وتحطيه على صينيه او في مصفى. ليه؟ لان لما بيبقى سخن ونطلع ورقه على ورقه، الورقه اللي بتطلع الاولانيه لو احنا طلعناها مستويه بتتهري، لكن لو انت طلعتيها لسه ماسكه نفسها مع السخونيه بتاعتها هي بتبدا تطرى تاني. فالكرنب بالذات نصيحه مني ما يتسلقش قوي. بصوا حبايب قلبي الميه هي غليت، هبدا بقى احط الكرنبايه زي ما انا قلت لحضراتكم. انا حطيت هنا بالظبط معلقه كمون ومعلقه ملح، واخد الكرنبايه بتاعتنا الحلوه الصغنونه دي هقلبها كده اهي، وادوس بايدي كده اهي، وزي ما اتفقنا مش هسيبها كتير، يعني دقيقه واحده بس كده. بصوا ما شاء الله الورق ابتدى يفك ازاي اهو، دقيقه واحده بالظبط كده، وكده بقى هبدا اقلبها انا كده. بصوا ما كملتش، يعني ما كملتش دقيقتين، هتقول الورق بتاعها لسه ما اتسلقش، هو حلو قوي كده. دقيقتين اتنين بقى وهبدا اطلعها. انا عندي صينيه هي اتحط فيها، هبدا اطلع ورق على ورق، السخونيه بتاعتها هتسويها تاني، فعشان كده بقول انا مش عايزه اسيبها في الميه كتير. بصوا بس انا كنت عايزه اوريكم حاجه، بصوا جمال، بصوا الورق، بصوا حبايب قلبي شايفين الورق، الورق فاكك ازاي، بصوا الورق فاكك ازاي كله من بعضيه لغايه قلب الكرنبايه من جوه. بس انا هنا دقيقتين اهي اهي، وهبدا بقى اطلع الورقه بتاعتي. شايفين الورقه بتاعتي شبه لسه خضره ازاي اهي اهي، هبدا بقى احط هنا. لما احط ورقه هطلع واحده على واحده هي هتستوي. بصوا حبايب قلبي اهي، هبدا بقى اطلع الورق اهو، انا عايزاه كده. كل ده لما هيطلع مع بعضيه احط ورقه على ورقه كده. السخونيه البسيطه اللي لما بسيبه في قلب الصينيه لما باجي اطلعه، كل دوت من عوامل هو بص بيسوي الورق مع بعضيه. لو انا سبته بقى يستوي قوي وجيت اقطعه، بصوا الورق، بصوا الورق عامل ازاي. هطلع بقى كل الكرنبايه بتاعتي كده على طول كده اهو، بصوا يا غاليين اهو، اول ما الورقه تفك من اختها اهي هبدا كده اشيلها، مش هنتظر عليها. هطلع بقى الكرنبايه الحلوه ديت واسلق الكرنبايه التانيه وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. حبايبي انا كده خلاص ظبطت بقى الخضار بتاعنا، انا كده الكرنبايه سلقتها، وبصوا بسم الله ما شاء الله الكرنبتين الصغيرين ادونا ورق قد ايه. كمان انا عندي هنا الطماطم عصرتها بس ضربتها في الكبه، في المحشي ما بحبش اضربها في الخلاط، وحطيت لها بس شويه بابريكا خلاص كده. وانا عندي هنا البصل اهو ابشرته. عندي بقى البهارات اللي هحطها اللي هتخلي المحشي ده الريحه بتاعته تجيب لاخر الشارع يعني. عندي هنا شويه كزبره ناشفه، عندي نص معلقه كمون، بشره بسيطه قوي من جوز الطيب، قالب ماجي واحد بس، وعندي شويه سكر، وعندي ملح، وعندي الورق اللورا بيبقى حلو قوي برضو. انا هنا طحناه، فلفل اسمر، ودي عندي بهارات محشي دي انا بجيبها من بره جاهزه، بس بصراحه ربنا حلو قوي. عندي كمان قرن فلفل حراق، وعندي معلقتين اتنين صلصه، شبت وبقدونس وكزبره. وقلت بقى مع المحشي بتاعنا الحلو دوت عايزين نجدي كده نعمل شويه حاجات حلوه، فانا اخدت هنا كام طماطمايه. بصوا حبايبي انا ببقى مفضيها كده، بس مش ببقى يعني مفضيها قوي عشان تبقى ماسكه نفسيها. كمان انا عندي هنا البصل، انا بس ببقى قطعاه شقه كده، وكمان عندي زيت، والرز طبعا اللي لسه ما غسلتوش، ما بغسلوش غير لما بعمل التتبيله. هنروح بقى على البوتاجاز نعمل البصل بتاعنا كده، نديله بس كده زي ما بنسلق الورق العنب كده، يفك يطرى من بعضيه عشان نقدر نحشيه. يلا بينا حبايبي. بصوا حبايبي انا حاطه هنا شويه ميه اهي، الميه غليت بس حطيت لها شويه ملح بس، وهبدا بقى ايه احط البصل اهو
يعني انا زي ما قلت لكم دي غاليين اهي. بصوا بقى انا كنت عايزه اقول لكم ايه، بتبقى فيها حتت كده اهي، الحته اللي جوه دي انا باخدها اعمل مثلا بيها زي ما قلت لحضراتكم كده البصل اللي انا عملته عشان خاطر التسبيكه بتاعت المحشي. فانا بس كنت عايزه اوريكم واحده سليمه عشان اقول لكم انا ليه بس فتحتها. هسيبه بقى كده في الميه السخنه دقيقتين بس كده، اولع بس اعلي على البوتاجاز لغايه انتوا هتلاقوه بقى دي فتحت من بعضيها. لازم تبقى طريه عشان لما نيجي نحشيها نقدر نتحكم فيها واحنا بنلف ورقه البصل. لكن لو انا طلعتها ما تتهز سلقه حلوه، مش سلقه ان انا اهريها، هوريها برده لحضراتكم. لو ما سلقتهاش او طلعت ناشفه، لو جيتي تلفيها زي صباع المحشي كده هتلاقيها فكت مني. فدقيقتين وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم يا حبايبي. بصوا حبايبي هي ابتدت اهي، شايفين بقى السوا بتاعها اهو. بصوا طريت معايا ازاي، انا اجيبها لكم كده عشان تشوفوا. بصوا طريت بقى معايا كده، انا اقدر امسكها ازاي اهي. بصوا حبايبي انا قادره امسكها ازاي كده، اقدر الفها. هكمل بقى كل اللي في الحله باذن الله اطلعه ونروح مع بعض نعمل التسبيكه. بصوا حبايبي انا كده حطيت زيت، انا ما بحطش زي ما قلت لكم سمنه، احط بس كده. بتبقى ساعات عندي حته لحمه كده بتبقى فيها حته كده ملبسه، فانا يعني ولادي ما بيحبوهاش، وانا بصراحه بخليها بقى الايه التسبيكه والحاجه الحلوه كده بتاعت المحشي، لتقليه ملوخيه كده يعني. انا هسيبها بس كده تاخد لفه كده بس تكمر مع شويه الزيت، هتدي ريحه حلوه قوي كمان. بصوا حبايبي انا سبتها كده يعني دبلت معايا او احمرت معايا اهي، مديها ريحه حلوه قوي. وهسمي بسم الله بقى وانزل كميه البصل الحلوه اللي انا عاملاها دي. المحشي اديله بصل خدي طعم حلو جدا وبهارات. هقلبها برده مع بعضيها كده. انا عايزه بقى تحمر شويه وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليها. حطيت انا كده قرن فلفل برده هشوحه فيها تشويحه بسيطه كده عشان ريحه الفلفل. بس قبل ما احط الصلصه انا عايزه اشم ريحه الفلفل. احط بقى معلقتين صلصه كده، هما دولت معلقتين. الصلصه معجون الصلصه ده بيدي ريحه حلوه للمحشي، وكمان بيخلي طعمه مسكر شويه، بيدي طعم حلو قوي. بس طبعا لازم معلقه السكر. بصوا حبايبي هقلبها بس كده تقليبه حلوه، وهبدا بقى احط الطماطم بتاعتي اللي انا حاطه لها معلقه البابريكا. انا كده ما حطيتش اي بهارات خالص. هبدا بقى اقول لكم هنعمل ايه في البهارات بتاعتنا. معلقه البابريكا بتدي لون حلو، معلقه الصلصه كمان بتساعد اللون المحشي كده يبقى اللون الاحمر الحلو، رغم ان انا مش محمره البصله قوي بس هتدي طعم حلو قوي. هقول لكم ليه بقى انا ضربها في الكبه، عشان مش عايزه ازود لها ميه وانا بضربها في الخلاط عشان ما تاخدش وقت قوي في التسبيك. بصوا ما شاء الله هي سمكها تخين ازاي، فكده مش هتاخد وقت في التسبيكه قوي وهتبقى حلوه جدا. هسمي بقى بسم الله كده وهاخد البهارات. هسمي بسم الله وادي البهارات اهي، هقلبها بس كده كلها ببعضيها. هحط منها شويه وهي بتتسبك، وعايزه احط منها شويه بقى كده على المحشي بعد ما اعمل خلاص بقى واحط الرز وهبدا احشي. ابدا بقى احط شويه الايه التانيين. فانا هحط بس كده اهي يعني، وهخلي الشويه دول اول ما اجي بقى احشي كده بعد ما نحط الرز والخضره نبدا بقى نحطهم. هتبدا بقى كده ريحه البهارات الحلوه. الخلطه بتاعت المحشي دي اللي بشتريها بامانه حلوه قوي، بس لما نجيبها ما نجيبهاش الخلطه اللي ساعات يدوكم خلطه كده يزودوا فيها الكمون اكتر، تبص تلاقي الخلطه بتاعت المحشي مدينها لك غامقه. اوعي تاخديها، دي بتخلي المحشي كله مره انا ما اعرفش هما بيحطوا فيها ايه بصراحه. عايزه بس اوريكم الكيس بتاعها. بصوا لونها فاتح ازاي. طيب كده التسبيكه ما شاء الله اكيد كده حلوه قوي، بس هوطي عليها الاول. حلوه ما شاء الله حلوه قوي كده. يلا بقى نطبق ايه الخلطه بتاعتنا الحلوه. حبايب قلبي انا عندي هنا غاليين كده، انا الرز غسلته وصفيته مش عايزه يبقى فيه ميه خالص. وهبدا اسمي بقى بسم الله وابدا احط الخضره بتاعتي، شبت والبقدونس والكزبره حلوين قوي كده اهي. اتفقنا كده. وهحط بقى عليهم البهارات، شويه البهارات اللي كانوا فاضلين اهو
عشان ايه يدخلوا كده جوه الرز قبل ما احط الصلصه. انا كده كده الصلصه حطيت في قلبها بهارات، وهبدا اسمي بسم الله بقى واحط الصلصه ايه بتاعتنا الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه قوي كده. انا حطيت دي البصلايه اللي كانت طالعه ساعه ما عملت معاكم البصلايه وخدت القلب بتاعها اهي، وابدا اقلب بقى الايه الصلصه بتاعتنا الحلوه دي. مش عايزه اقلبها على البوتاجاز عشان لما اجي احشي المحشي بتاعنا لما بيبقى الرز كده ما نقلبهوش على البوتاجاز بتبقى حبايه الرز كده مقرمشه طعمها حلو، لكن لما بنقلبها مره واتنين على البوتاجاز الرزايه بتبقى مستويه قبل ما المحشي نفسه ورقه الكرنب بتستوي. اتفقنا كده؟ فبيبقى طعمه احلى مليون مره. ما يطلعش كده الرز مننا في المحشي كده معجن ما يبقاش ليه طعم، لا ده تطلع صباع المحشي كده مفرفر وحاجه يا خرابي. لا تعالوا بقى نقلب عشان انا خلاص الريحه حلوه قوي. هقلب بقى الخلطه الحلوه بتاعتنا دي. بصوا الطماطم بتاعتها كده حلوه قوي اهو. بصوا حبايب قلبي اهي. هقلبها بس كلها اهي واسيبها بس تهدى شويه عشان اقدر احشيها ونرجع مع بعض نحشي احلى حله محشي. انا الخلطه معايا اهي بردت. هبدا بقى اسمي بسم الله كده وابدا بقى اخد الخلطه بتاعتنا الحلوه دي اهي حلوه قوي كده واسمي بسم الله. بصوا الورق صغنون ازاي، بصوا الصباع صغنون ازاي، وابدا بقى احطه هنا واكمل الحله بتاعتنا. انا بس كل ده عشان ما اطولش عليهم. والبطاطس انا بحشيها ما بملهاش رز قوي يعني. بصوا يا غاليين حلوه قوي كده. انا طبعا مش زقه الرز فيها قوي. حلوه اهي البطاطس هحطها بقى كده في حله لوحديها. والجزرايه الحلوه بتاعتنا دي ملهاش قوي للاخر يعني. بصوا كده اهي انا مش عايزاها يعني ما زقش فيها الرز اهي. حلوه قوي كده بس بتدي طعم بيبقى حلو قوي. الطماطم بقى حبايبي زي ما اتفقت معاكم انا ما بحطهاش دلوقتي يعني. انا هحشي اهو اهي هم حلوين قوي كده. لا اما اقول لكم انا هحطهم في حله لوحديهم عشان ياخدوا ايه براحهم ويستووا ايه على مهلهم كده. واحشي برضو القرن الفلفل بتاعنا ده. الفلفل الالوان بيبقى حلو قوي كمان. بصوا انا مش ملياه للاخر اهي. بس هكمل بقى المحشي بتاعنا عشان ما اطولش عليكم والف الحله بتاعتنا دي. بس استنوا انا ما وريتكمش اهم حاجه البصل. بصوا يا غاليين البصلايه اهي اهي. انا بس عايزه اوريها لكم بقى لما هاجي احشيها اهي. احط شويه رز كده وهبدا بقى الفها. بصوا عشان الورق انا عملته في الميه. بصوا بيتلف بقى معايا كده اهو. ايه رايكم؟ شايفينها؟ وابدا بقى لما باجي ارصها في الحله برصها كده. هكمل بقى المحشي بتاعنا وقبل ما احطه على البوتاجاز اوريه لحضراتكم. حبايب قلبي احنا كده خلاص انا حشيت الحله اهو وحطيت كمان البصل والفلفل. بس انا حطيت الطماطم بس هنا كده اعملها لوحدها عشان دي بتاخد ايه سوى اخف. وشويه الرز اللي فاضلين انا سبتهم ايه اسويهم برضو. هسمي بقى بسم الله كده. نحط الشوربه بتاعتنا بسم الله. مش عايزين نكتر شوربه قوي. هوريكم برضو قد ايه هيطلع المحشي بتاعنا حلو قوي. حلو قوي كده. بصوا حبايب قلبي الشوربه بتاعتها حلوه قوي كده. خلاص يا غاليين اهي. اعلق بقى عليها كده. مش هكتر شوربه اكتر من كده. هي كده حلوه قوي. واول ما تغلي نروح موطين عليها البوتاجاز ونسيب المحشي بتاعنا يستوي براحته خالص. طب انا عندي هنا كمان في شويه الخلطه الحلوه ديت برضو هسقيها. مش هحط لها شوربه كتير يعني. انا مش عايزه كتير عشان تستوي ويبقى الرز بتاعنا كده مفرفر وحلو. بصوا يا غاليين هي بس اهي كبشه واحده بس كده حلوه قوي. والطماطم هحط لها برضو كبشه واحده بس كده اهي. بس لان الطماطم ما بتاخدش سوا. هغطي عليها بقى الطماطم بالذات يعني مجرد بس ما تغلي اوطي على المحشي كله وسيبيه يا حبيبتي يستوي براحته. تاكلي احلى محشي باذن الله. اول ما يستوي يا غاليين ارجع لكم. رجعت لكم بقى تاني يا غاليين بعد ما خلصنا المحشي بتاعنا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ كل سواه تحفه. هنغرب بقى وارجع لكم يا حبايبي. حبايب قلبي الغاليين ايه رايكم كده بعد ما خلصنا المحشي بتاعنا ده؟ بتمنى يا رب الوصفه دي تعجبكم. وايه رايكم بقى في البصل الحلو بتاعنا ده؟ شايفين الجمال؟ كمان البطاطس الحلوه دي بصوا الحلاوه. طب استنوا بقى بذمتكم الجزرايه دي ما استاهلش عليها لايكايه؟
وايه رايكم في الطماطم بتاعتنا دي اللي عسل؟ وانا كانت عندي هنا فرخه ومعاها دبوسين، سلقتها وخدت الشوربه بتاعتها، عملناها للمحشي وعملناها بيض بقسماط. تستاهل بقكم الحلو. بتمنى يا رب ان كنتوا تجربوا الخلطه الحلوه دي بتاعت ام محمود. واسيبكم يا حبايب قلبي في رعايه الله. بس قبل ما انهي الفيديو لازم يا جماعه لايكات، عشان انا كده تعبت. لازم لايكات واشتراكات كتير، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان اي حاجه ام محمود تنزلها حبايب قلبي الغاليين يشوفوها. بتمنى يا رب ان اشوفكم في رعايه الله وفي سلام وفي امان، واسيبكم يا حبايب قلبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.